رسميا خلاص النادي الأهلي يحصل على خدمات 2 لعيبة من نادي بيراميدز، وهم إبراهيم عادل ومحمد الشيبي. كلكم عارفين إبراهيم عادل ومحمد الشيبي اللي كان ليه حوار كبير مع النادي الأهلي. الجزء الثاني، فوز النادي الأهلي على نادي الزمالك 3-2 في الأشواط في الكرة الطائرة، ويتوج النادي الأهلي ببطولة السوبر المصري. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي بيجهز والأهلي بيعد العدة خلاص لمونديال الأندية، كاس الأندية، لكاس الأندية المقام في أمريكا. لا صوت يعلو فوق صوت كأس العالم للأندية. حاليا الكابتن محمود الخطيب همه وشغله الشاغل كله كأس العالم للأندية. طبعا كلكم عارفين اني انا راجل مشجع زملكاوي، بس اللي بيعملوا النادي الأهلي بتخليه في حتة كبيرة، في حتة بعيدة عن كل الأندية. بالفعل بعد التفاوض مع ثنائي بيراميدز طلع علينا نادي بيراميدز وطلع بيان من شوية، عرضوا موقع في الجول، قال احنا ما عندناش مانع ان ابراهيم عادل ومحمد الشيبي ان هم يلعبوا مع النادي الاهلي في كأس العالم للأندية، بس الكلام ده مشروط لمدة شهر واحد. طيب هتقول لي الفيفا يا الفيفا يا ابو عبد الله ينفع فيها الكلام ده؟ ينفع، باستثناء الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية ومن ضمنهم النادي الأهلي. فدلوقتي نادي بيراميدز ادى هدية للنادي الأهلي وعاوز يقدم له القرابين وعاوز يقدم له الصلح على طبق من ذهب بعد معاكسات وبعد شد وجذب. بس خلاص نادي بيراميدز لا يمانع انتقال ابراهيم عادل او محمد الشيبي الى النادي الاهلي وتمثيل النادي الاهلي في كاس العالم للانديه المقام في امريكا. خطوه جميله وخطوه كبيره، وعاوزين العصبيه تهدى، وعاوزين كل اللي معاه كلمه يلمها. الكوره في الاول وفي الاخر مكسب وخساره، الكوره اخلاق. طيب، اللايك الجميل بتاعك، ولو انت اول مرة تشوف العبد لله اعمل اشتراك على القناة. الجزء الثاني، النادي الاهلي توج امس ببطولة السوبر الافريقيا بالسوبر المصري على حساب نادي الزمالك 3-2 في الاشواط. امبارح كان ماتش عصبي جدا جدا، وخروج من بعض جمهور نادي الزمالك عن النص، ويعني ان هم حدفوا جزايز ميه على لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي لينتهي اللقاء بفوز النادي الاهلي 3-2، وخلاص النادي الاهلي توج رسميا ببطولة السوبر. وانا كراجل زملكاوي احب اهنيك واقول لك مليون مبروك على البطولة الثالثة على التوالي. طيب، نروح لقصة زيزو. في اخبار بتقول لك ان زيزو قد ينتقل الى النادي الاهلي. طلع من شوية الاستاذ ابو المعاطي زكي وقال لك زيزو خلاص، وشيكابالا لغى المتابعة بتاعت زيزو من على انستجرام. الكلام ده لو صح هيبقى الغلط مش من عند النادي الاهلي، الغلط هيبقى من عند ادارة نادي الزمالك اللي لحد دلوقتي محدش قعد معاه ولا جدد له ولا قال له تلت التلاتة كام. فيروح لما النادي الاهلي يصبر عليه من شهر 12 و1 و2 و3 يقبل اهلي وحش. لا، العيب فيه نحن، العيب في ادارة نادي الزمالك. لو صح زيزو ينتقل الى النادي الاهلي خلاص عادي. امام عاشور راح النادي الاهلي، مؤمن زكريا، كهربا وغيرهم. دمتم سعداء، اشوفكم في الفيديو القادم. سلام عليكم.